السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهارده هعمل لكم وصفة من الوصفات الجميلة جدا جدا هتعجبكم ان شاء الله. اول حاجة جبنا بولة حطينا فيها كوباية مية دافية، بعد كده هنضيف عليها معلقة من الخميرة ما يعادل 10 جرام زي ما انتوا كده شايفين. هنقلب الخميرة في المية كده، بعد كده هنضيف لها ربع كوباية من السكر زي ما انت كده هتشوف. هنضيف ايه؟ ربع كوبايه من السكر يا بنات، ربع كوبايه من السكر على الخميره دي. عشان ايه؟ تدي طعم المعجنات بتاعتك اللي انت هتعمليها جميله جدا. هتعملي ايه يا ام مصطفى؟ هنعمل قرص طريه بالسمسم اللي هنروح نشتريها من بره. القرصه بنشتريها بالشيء الفلاني وايه، ومش حلوه زي اللي انت هتعمليها في البيت. بعد كده ضفت كيلو من الدقيق وهقلب فيه كده، وهضيف عليه معلقه من البيكنج باودر ما يعادل 5 جرام اهو زي ما انتم شايفين، بقول لكم بالمعلقه وبالجرامات. وهضيف عليها رشه ملح ما يعادل 3 جرام، ومعلقه من الخل زي ما انتم كده شايفين ما يعادل برضو 10 جرام اهو زي ما انتم كده شايفين. كل ده هقلبه مع بعضيه بالمضرب كده. بعد كده هنشيل المضرب وهنعجن بايدنا. الدقيق بقى قد ايه؟ طب الميه قد ايه؟ واللبن ضيفي قد ايه لبن او ميه؟ في دقيق بيشرب ميه كتير وفي دقيق ما بيشربش ميه، على حسب نوع الدقيق. يعني انا بديله اللبن او الميه اللي هعجنه بيه لحد ما اخد القوام العجينه اللي هوريها لكم زي ما انتم كده شايفين. انا عندي لبن رايب كده في التلاجة يا بنات، طلعته كده وهعجن بيه. طلعته كده من بدري عشان يدفى كده، عشان البروده بتاعت التلاجة تروح منه كده ويبقى فاتر. فهعجن بيه زي ما انتم كده شايفين اهو. لو ما عندكيش اعجني بميه، اعجني بلبن. لو ما عندكيش لبن، ما عندكيش لبن بودره تحطيه، اعجني بميه عادي جدا برضه هتطلع حلوه زي العسل. ما توقفيش نفسك على حاجه، يعني بميه ينفع، بلبن ينفع، برضه القرص هتطلع جميله وزي العسل. في الافران بيعجنوها بميه، ما بيعجنوش، ما بيضيفوش اي لبن ولا اي حاجه. بس لو وصلنا كده لحد هنا في الفيديو ما تنسوناش بلايك واشتراك. لو مش مشتركين عندنا في القناه تنورونا وتكترونا كده وتفرحونا، ولو مشتركين تدوسوا لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. بعد كده هضيف نص كوبايه من الزيت بس هضيفها بالتدريج، يعني هاخد منها معلقه معلقه كده وهعجن فيها لحد ما الم العجينه اللي انت شايفينها بتلزق كده، وخليها ما بتلزقش. يعني كل ما تعجني فيها كل ما بتبقى القرصه معاكي هشه كده وطريه، واللبابه بتاعتها كده زي العسل وتبقى حلوه خالص وتبقى بيضه. ومعلقه الخل، ليه معلقه الخل؟ معلقه الخل زي محسن الكيك وبتخلي العجينه من جوه كده تبقى بيضه شكلها ابيض، تخلي العجينه تفتح، تخلي العجينه بتبقى مفتحه من جوه كده. تقوم القرصه كده تلاقي شكلها ابيض وجميل وفي نفس الوقت محسن، بتخلي العجينه ترفع معاكي وتبقى هشه وما بتبانش في المعجنه. تبقى تقولي لا الخل يطلع في العجينه وتبقى ريحه خل او طعم خل، لا ما بيبانش خالص، ده بالعكس بيخلي المعجنات جميله جدا. بصوا يا بنات، كل ما بعجن كل ما العجينه بتبقى طريه. هنعجن كده في العجينه يا بنات لحد ما تلم معانا. بصوا يا بنات، هستبدل اللزيق يروح منها، ما تخافيش. كل ما تعجني فيها كل ما اللزيق ده ايه ما يروح منها، ما تخافيش منها خالص نهائي. انت بس تخلي اخر حاجه سواء السمنه او الزيت اخر حاجه في المعجنات بتاعتك، او لو هتضيفيها في معجنات بتضاف له على الدقيق السمنه او الزيت، تخلي كده معلقه او معلقتين تبقي تلمي بيهم العجينه بتاعتك. هتاخدي احلى واجمل معجنات تاكليها. زي ما انتوا كنتوا شايفين هنلم كده فيها نعجن فيها، هنفضل نعجن فيها لحد ايه ما تنعم كده معانا ونلمها. القرص دي يا بنات طريه وهشه وجميله هتعجبكم خالص. هنوريها لكم كده زي العسل اهو. بصوا يا بنات شايفين اول ما لمت معانا، شايفين ان هي تقولوا دي طريه، لا مش طريه، ده جميله جدا جدا. المخبوزات بتاعتها بتبقى طريه. فبص العجينه نعمت ازاي معايا اهو. كل ما تعجني فيها كل ما تنعم معاكي اهو. شايفين جميله جدا جدا بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا كده شايفين هبل ايدي كده من الكوبايه بتاعت الزيت كده وهتن وشها كده، وهنغطيها بالاسترتش راب وفوطه وهنركنها كده على جنب عقبال ما تختمر. هنروح نصب حبه مواعين نعمل اللي ورانا عقبال ايه ما تختمر معانا اهو. شايفين
ممكن كيس نايله من التلاجة، ممكن الفوطة تغطيها عادي جدا جدا. كيس تلاجة كده تفرديه وتغطيه بيها وتبقى زي العسل اهو يا بنات. بس دوسوا لايك يا بنات عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد البنات تستفاد بيه، لأن القرص اللي هتشوفوها جميلة جدا جدا، هتعجبكم إن شاء الله. تحفة والله تحفة، طعمها حكاية وشكلها حكاية، هتشوفوه حاجة كده يعني فاخر من الآخر. اهو بعد ما حطينا الاسترتشراب كده هنغطيه بالفوطة كده وهنركنها عقبال ما نعمل اللي ورانا، وبعد كده ايه نرجع نشكلها مع بعضينا يا بنات. اهو شايفين، نركنها كده على جنب. يلا نشوف ايه اللي ورانا بعد كده هنرجع لكم حل. رجعنا لكم كده حلا اهو يا بنات. شوفوا العجينه اختمرت وكبت كمان منها. بعد ما خلصنا اللي ورانا كده غيرنا هدومنا وجبنا السمسم وهنضيف عليه سكر زي ما انتوا كده هتشوفوا اهو. نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من السمسم على حسب المعجنات بتاعتك ان كانت كتيره ولا قليله. ودي معلقه من القرفه كده صغيره مش كبيره، او ممكن تبدليها بكاكاو او نسكويت زي ما تحبي كده. بعد كده ايه هنحط لها معلقه من السمنه اللي جنبنا دي. السمنه دي اللي جنب دي سمنه بلدي، خلت طعمها حكايه حكايه والله. شايفين يا بنات؟ هقطع كده اول قرصه اوريكم. الاقي مش هتمسك فيها السمسم قوي، فهنضيف لها معلقه من السمنه بتخلي طعمه وريحته حكايه. بصوا يا بنات، كانت الصينيه كده دهنه خفيفه مش قوي عشان بس القرص ما تلزقش اهو زي ما انتم شايفين. عشان القرص طريه تدهني الصاجه دهنه كده يعني حلوه عشان القرص بتاعتك ما تلزقش منك في قلب الصاج او الصينيه. خلي بالك. بعد ما هنتن كده الصينيه هنحط الاسترتشراب كده ونقطع العجينه. بصي يا بنات دي اختمرت ازاي. معلقه الخل بتنشط الخميره كده وبتخليها تختمر بسرعه حلا حلا زي ما انتم شايفين. يا دوب صبنت حبه المواعين وغيرت الهدوم كده زي ما انتم شايفين. شايف العجينه اختمرت وكبت ازاي زي العسل. ونوع الخميره جميل، اهم حاجه نوع الخميره تكوني متاكده منه. لو مش متاكده من الخميره ما تحطهاش في الميه كده على طول وتعجني بيها على طول. طب اتاكد منها ازاي واختبرها ازاي؟ تجيبي معلقه ميه، تجيبي حبه ميه معلقتين 3 كده دافيين من الميه وتحط عليهم معلقه من السكر وتقلبيهم كلهم في بعضيهم وتغطيها. ان عملت فوم كده تبقى هي الخميره جميله وزي العسل. ما عملتش يبقى الخميره وحشه، تستبعديها خالص ما تعجنيش بيها عشان الدقيق دلوقتي والله غالي والحاجه غاليه، خساره الحاجه تبوظ. اختبري الخميره الاول قبل ما تعجني بيها عشان ما تبوظلكيش العجين. بحبه ميه دافيه، احنا دلوقتي في الصيف، ممكن ميه من الحنفيه كده وعليها معلقه من معلقتين 3 من الميه او ربع كوبايه من الميه ومعلقه من السكر، وتضيفي عليها كيس الخميره اللي انت جايباه وتقلبيهم بالمعلقه كده وتغطيها وتسيبها. عملت فوق تبقى او رغاوي كده وعليت لفوق تبقى الخميره حلوه. ما عملتش كده يبقى الخميره مش حلوه وتستبعدها خالص عن المعجنات بتاعتك. بعد كده يا بنات بعد عملنا اول قرصه كده لقينا السمسم والسكر مش ماسك فيها كويس، فضفنا معلقه من السمنه كده عشان يظبط فيها كده السمسم. زي ما انتوا شايفين كميه كبيره كده، وبعدين بتدي طعم جميل. السمنه على السكر والقرفه كده بيدي طعم جميل جدا جدا. انا مش هدوس بايدي على القرصه كده، انا هدوس في الاخر بالمعلقه عشان ايه لو دوست بايدي كده ايدي هتشيل السمسم كله. لا هدوس بالمعلقه اغطس السمسم بالسكر في القرص زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين العجينه بتتكلم عن نفسها، العجينه ناعمه وطريه وهشه وزي العسل زي ما انتم كده شايفين يا بنات العجينه الجميله ازاي. وريحتها والله حكايه، ريحتها حلوه حلوه ما اقولكوش، جميله جدا جدا بسم الله ما شاء الله. وكيلو دي هيقطع كميه كبيره زي ما انتم كده هتشوفوا. يعني ممكن تعملي نص، ممكن تعملي كيلو تحطيه في الفريزر وتطلعي منه وتاكلي. تفطري بالليل كده وانتي قاعده، كوبايه لبن كوبايه شاي، يعني حاجه خفيفه كده يعني بين الوجبات جميله جدا. الصبح برضو حاجه خفيفه للفطار. شايفين بسم الله ما شاء الله جميل جدا الله اكبر. شايفين يا بنات العجينه تحطيها كده بدل ما تقعدي ترشي على الوش وتهدري في السمسم. لا انا بعمل العجينه بحطها زي ما انت كده بتشوفي كده ما بيهدرش السمسم خالص. ومعلقه السمنه كده بتخلي السمسم
مع السكر مع القرفة تمسك في بعضها، فما بيهدرش منك ولا فتفوتة من السمسم. بصي يا بنات، وانا هدوس عليها بالمعلقة كده عشان اغطس السكر والسمنة والسكر والسمسم في قلب العجينة كده اهو، زي ما انتم شايفين بظهر المعلقة. شايفين حاجة جميلة كده، حاجة فاخرة من الآخر. بس ما تنسوناش بلايك، دوسوا لايك يا عسل عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد كده واليوتيوب يقترح، وتبقى حاجة منكم كده يعني مساعدة كده تفرحونا كده بيها. بصي بنات، انا قطعته، بصي عملت كمية قد ايه. انا عملت منه بالسمسم زي ما شفتوا كده، وعملت منه سادة، وعملت منه مضفر اهو. يعني رضينا جميع الاذواق، كل اللي حابب حاجة عملناها له زي ما انتم شايفين. شايفين اللي عاوزه سادة خالص من غير سمسم ولا سكر ولا عملنا له اهو زي ما انتم شايفين، واللي عاوز بالسمسم والسكر والقرفة حبه عملنا له. واديكم شايفين الشكل، الصورة بتتحدث عن نفسها زي ما انتم شايفين. والقرصة اللي كانت شوف قاطعينها قد ايه، بقت قد ايه، فنشت كده وكبرت زي ما انتم شايفين. والحجم بتاعهم شوفوا جميل ازاي، والسوا بتاعهم زي العسل. شايفين يا بنات القرص عاملة ازاي؟ هوريكم طرية كده وهشة وزي العسل، احلى من تحت الافرن. شوف انت بتجيبوا القرصة دي بكام من الفرن؟ اقل حاجة بتجيبها ب3 جنيه. شوف انت عدي كام قرصة وعدي كام 3 جنيه، واحسبي كيلو الدقيق اتكلف معاكي كام، وهي كلها نص كوباية من الزيت اللي انت ضفتها على العجينة. وعندك اللبن قاطع في التلاجة، اللبن الرايب عجنتي بيه. لو ما عندكيش عجيني بمية، وحبة السمسم وحبة السكر اللي حطيتها على الوش. حاجة جميلة خالص. بصي القلب ابيض ازاي، معلقة الخل بتخلي المعجنات بيضة كده وزي العسل اهو. شايفين يا بنات هش وجميل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، والله العظيم كان طعمهم حكاية. وباللبن ما اقولكوش، وبكوباية الشاي برضو كان حاجة كده يعني فاخر من الآخر. ويا رب يعجبكم الفيديو اهو. بصوا شايفين، لو هتحشوا مثلا القرص اللي انا عاملاها سادة بحتة جبنة او اي حاجة تاكلوها. يا رب يعجبكم الفيديو، وادوسولنا كده لايك حلو كده من ايديكم الحلوة، وادوسولنا اشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهاتلك كيلو، هاتوا نص كيلو، واعملي ما تكسليش، واسيبكم في رعاية الله وامنه.